دودة الشمع. الكثير من الناس يسأل يقول كيفاش يمكنني الحفاظ على خليتي من دودة الشمع. بعضهم يقول دير الدواء، وبعضهم يقول ندير الكبريتة إلى غير ذلك من الأشياء التي تطرح. لكن هناك طريقة سهلة وبسيطة للقضاء عليها، هو أنك تقوم بضغط النحل. كل إطار فارغ في الخلية تقوم بإزالته، فبهذا يعني لا يمكن لدودة الشمع أن تتوسع في الخلية، لأن السبب الذي يترك دودة الشمع تتوسع في الخلية هو لما نترك إطارات، هذه الإطارات فارغة في الصندوق ولا يشغلها النحل. هذه الإطارات تبدأ دودة الشمع بعد ما تكون فرططو يدخل إلى الخلية تاعي، يجد هذه الفراغات، يبدأ بوضع البيض ثم يتوسع حتى وين يقدر يهجر لك الخلية. كيفاش نتخلص منها؟ سهل جدا، هو أني أقوم بضغط خلايا. كل إطار ما فيهش نحل ما فيهش حضانة أزيله، وبهذا يعني بطريقة سهلة وبسيطة يمكنني الحفاظ على الخلايا تاعي من دودة الشمع.